وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يا نهار أبيض، هو ده القرآن يا جدعان، هو ده القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هنا يستشعر آيات ربنا، هنا جسمه يتنفض. احنا وقفنا فين؟ خلصنا. ده الآية بتاعتك اللي انت بتقلدها للشيخ خالد الجليل. هكملها لك انا. وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. آيات يعني آيات حرفيا بتزلزل القلوب، وانت ما شاء الله عليك يعني انت حاجة رهيبة. هو ده اللي احنا عايزينه من الدنيا يا جدعان. احنا عايزين ننشر القرآن، نخلي كل دب على وجه الارض تسمع القرآن، نخلي الحصى بتاع ربنا اللي بيسبح ربنا يسمع القرآن. احنا لازم ننشر القرآن في كل حتة، لازم نرجع القرآن في الشارع في البيت في اي حتة ان شاء الله. انا بقى عايزك كده ان شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، عايزك تسمعني حاجات تكسر الدنيا. يلا بينا. على فكرة بقرأ قرآن. انت بتقرأ قرآن؟ انت مالكش، انت بتقلد المشايخ؟ كتير. كلها؟ حوالي 30 قارئ. حوالي ايه؟ حوالي 30 قارئ. انت يا عم بتجيلي منين؟ 30 قارئ؟ ليه قاعد بشيوخ؟ يعني انت قاعد بيهم؟ لا سماع. بتقلد 30 قارئ؟ ايوه. لا يعني ثواني بقى، يعني ما هو معلش ازاي؟ ما انا عايز اعرف الحنجره بتقلد، يعني اخر واحد نقلد معاه 24. الحنجره كيف تستوعب الحنجره تقليد 30 قارئ؟ تجيبهم؟ يا عم اسمع مني، هتحط نفسك حتى وحشه. خلي بالك احنا عندنا 4.5 مليون دلوقتي. لا عادي والله. هتحط نفسك. لا ان شاء الله خير. نسمعه يلا بينا. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله 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 الله. اقولها بقى بعديك انا بقى. اسمح لي بس. اسمح لي، عارف يا شعبان مستحيله يا شعبان. يلا بينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله. هو ده المتعة. أنا كده مستمتع. ومستحيلة يا شعبان. قول يا شعبان. الحلقة بتاعت المستحيل النهارده داخلين في 30 قارئ يا جدعان بيلعبوا الكرة في شكاير. قول.
اللي بعده إن شاء الله القارئ اللي بعده الشيخ حسن صالح. ماشي، توكل على الله. وعباد الرحمن الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما شاء الله. الشيخ حسن صالح ده يا جدعان انا بحسه سمعناه متاخر. الراجل ده اقسم بالله مش عارف، الشيخ الذي سمعناه متاخر في حياتنا. الراجل ده كان فين؟ يا ربنا يبارك فيك الشيخ حسن صالح، انا نفسي اشوفك اقسم بالله. الراجل ده انت فاهم قصدي صح؟ الراجل يعني هو اتشهر قريب يعني وهو كبير وطلع يقول لك وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللي هو يعني انت عارف اللي هو ايه، بيطبطب على قلبك، بيقول لك معلش. اي حد بينكفك في حياتك، اي حد بيظلمك في حياتك معلش. تحس ان هو حرفيا بالقران بيطبطب. ربنا يبارك فيه. انا بموت في الشيخ حسن صالح يا جدعان بجد. اللي بعده الحلقه بتخلص، اوعى تطلع من الحلقه، اوعى. اللي بعده على طول. يلا ان شاء الله الشيخ فارس عباد سافر بينا ان شاء الله. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مستحيلة يا شعبان، بتعمل كده ازاي؟ لا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا رب نستوعب الآيات، يا رب نفهم الآيات يا جدعان. حاجة رهيبة. انت تعبان، امسك المصحف. انت مخنوق امسك المصحف. انت متضايق امسك المصحف. بقول اسمع مني، انا عارف ده هو المفر الوحيد، مفيش مفر يا عم. انت بتلمس قلبي يا اخي. ايه الجمال ده؟ اللي بعده بسرعه الحلقه بتخلص مني. ده المنشاوي صح تاني وبيسمعنا حاجه بس وانا واقف جنبه. انت استعرت حنجره المنشاوي لمده 35 ثانيه تقريبا ب 95%. حلاوته في ايه يا جدعان؟ لو تلاحظوا يطخن يرفع يطخن. هنا اللعب بالحنجره بقى، هنا فعلا مستحيله يا شعبان. هنا المستحيل يا شعبان. كيف تفعلها يا رجل؟ ارحم عقولنا يا شعبان. قول اللي بعده. يلا انت بتقول هتسمعني 30 قارئ، يعني اللي هو مستحيل ده يحصل ان شاء الله يعني، الا اذا اراد ربنا، الا اذا انت كنت مركب 30 حنجره معروفه. ما هو كل قارئ بكل حنجره. الحنجره دي عامله زي بصمه الصباع، يعني انت فاهم قصدي؟ لو وصلت، على فكره احنا بنحاول نوصل، بس لو وصلت زي مثلا بقلد خالد الشريف بقى انا كده بوصل ليه بدرجه كبيره. عايز اشوفك بتوصل بدرجه كام. تمام؟ نقيم. هتسمعنا من اول واحد. هو انا سماك الشيخ المنشاوي رحمه الله عليك. انت هتبدا بالعظمه يعني ان شاء الله. انت عايز تبدا كده تدهشني باذن الله. يلا بينا اتفضل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان